the table. لو عمرك شفت حد بيعزف جيتار اكيد خدت بالك ان في اكتر من نوع، بس ممكن ما عرفتش ايه الفرق ما بين الانواع دي، كل واحد بيستخدم في ايه. او ممكن حبيت الجيتار وعايز تبتدي تتعلم بس مش عارف تبتدي بانهي. لازم تبتدي بالكلاسيك. تيجي تشرح مكاني؟ الفيديو ده هيساعدكم تفهموا الاختلاف ما بين الكلاسيك، الاكوستيك، الالكتريك الالكتريك. طيب مبدئيا كده، هو ليه في 3 انواع؟ من غير ما نخش في درس تاريخ مفصل، الموضوع ابتدى بالكلاسيكال جيتار. بس الكلاسيكال جيتار ما كانش طول عمره اسمه ولا شكله كده، عدى على كذا تطور قبل ما يوصل للشكل اللي نعرفه النهارده. في الاول خالص ابتدى بجسم اصغر واوتار اقل، وقعدوا كل شويه يطوروا في حجمه وشكله ويزودوا له اوتار، لحد ما في الاخر خالص واحد اسمه انطونيو دي توريس عمل الحجم والشكل اللي نعرفه دلوقتي بس، وسبته على التصميم ده، وبقى ده المرجع لشكل الكلاسيكال جيتار اللي بيرجع له اي صناع كلاسيكال جيتارز. شويه كده والجيتار عدى المحيط، راح امريكا، بس اول لما راح قابلته مشكله. الكلاسيكال جيتار كان صوته ضئيل وضعيف في البندات وسط آلات النفخ والفايلنز، وما كانش قادر يجاريهم او يبقى مسموع وسطهم، فكان في احتياج لحل يخلي صوت الجيتار اعلى. ومع اختراع الاوتار الحديد كان ما قد كان، ادت الاوتار الحديد للجيتار روح جديده، خلت صوته اقوى واعلى. بس كان في مشكله برضه، الجيتارات الكلاسيك او السبانيش ما كانتش مهيئه للنوع ده من التنشن او الضغط او الشد من الاوتار الحديد، فكان مجرد تبديل الاوتار النايلون باوتار حديد بيسبب ان الجيتار يتقوس او يتكسر. وده بالظبط اللي هيحصل لكم لو حاولتوا تبدلوا اوتار الكلاسيك باوتار اكوستيك عشان تعلوا الصوت. ما تحاولوش تتذاكوا، هينفجر. فكان الحل ان النك تضاف لها حاجه اسمها تراس رود، حديده كده جوه النك تديله صلابه عشان الاوتار ما تشدش او تتني النك. والبادي يتعمل له حاجه اسمها اكس بريسنج. اكس بريسنج ده عباره عن خشبتين كده جوه الجيتار بتدي سترينث او قوه للسيرفيس بتاع الجيتار. الحاجتين دول ادوا ستراكشرال سترينث للجيتار، خلته يستحمل التنشن بتاعت الاوتار الحديد، ودي كانت ولاده الاكوستيك جيتار. بس اخيرا الجيتار بقى صوته اعلى وبقى يقدر يتسمع وسط آلات تانية. بس شويه كده وابتدى الجيتارس يواجهوا نفس المشكله تاني، مع دخول البراس انسترومنتس والدرامز بسهوله بقت تغطي على صوت الاكوستيك جيتار. في 1931 جورج بيوتشامب ميوزيشن وادولف ريكن بيكر مهندس كهرباء اشتغلوا مع بعض واخترعوا اول الكتريك جيتار. ازاي؟ لانهم اخترعوا حاجه اسمها البيك ابس. زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، البيك ابس دي الالكترونيك كومبوننت اللي في الجيتار اللي بتحول اهتزازات الاوتار لصوت بيتحول يروح الامبليفاير يتضخم ويقدر يتسمع وسط اي آلة. بس وقاموا حطوا البيك اب دي في حاجه اسمها هواين جيتار، جيتار كده بيتحط على الحجر وبيتلعب بحديده بتتلبس في الصباع، وسموه ذا فراينج بان، طاسه يعني. جه بعديها بفتره جيتارست اسمه لاس بول وركب البيك اب دي في ارش توب اكوستيك جيتار، وقدم الفكره دي لشركه جيبسون، بس رفضوه وقالوا له دي مقشب بيك اب. وطبعا زي قصص نجاح كتير رجعوا له بعدها بكام سنه برجليهم وطلبوا مساعدته وخبرته، لان في الوقت ده كان في شركه تانية اسمها فندر نزلت اول سوليد بودي الكتريك جيتار، الفندر اسكواير، وكان ناجح جدا. فكان طبعا جيبسون لازم تلحق ترد على الاختراع ده، طب ما من الاول. بس وقعدوا جيبسون مع لاس بول سنتين يجربوا ويطوروا في تصاميم، لحد ما في الاخر قدروا ينزلوا باول سوليد بودي الكتريك جيتار ليهم، الجيبسون لاس بول. الفرق الفيزيكال ما بين الثلاث انواع كالاتي: الكلاسيكال جيتار 6 اوتار، النك عريضه، الاوتار كلها نايلون او ماتيريالز مشابهه، 3 اوتار منهم نايلون ساده والثلاثه التانيين ملفوفين بنحاس او مواد مشابهه. جسم الجيتار عباره عن صندوق خشب بيضخم صوت الاوتار، والاوتار في اغلب الاحيان بتتلف هنا على البريدج. الاكوستيك جيتار في منه 6 او 12 وتر، النك رفيعه، الاوتار حديد وبرونز ونحاس. جسم الجيتار شبيه للكلاسيكال شويه، والاوتار في اخرها بيبقى فيه حاجه زي الحلقه كده عشان تثبت في البريدج، ما بيتربطش زي الكلاسيكال جيتار لان الوتر حديد، فما يعني صعب جدا انك تلفه، فهو بيتخش وبيتثبت بالحلقه دي في البادي من جوه. الالكتريك جيتار بعيدا عن استثناءات معينه، النك برضه رفيعه قريبه قوي زي الاكوستيك، في من اول 6 اوتار وانت طالع. معمولين من خليط من ستيل، نيكل وكروميوم. بيستخدموا الماتيريالز دي بالذات في الالكتريك جيتار سترينجز عشان فيها ماجنتيك بروبرتيز بتساعد ان البيك ابس تلقط الاهتزازات بتاعتها. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، على عكس الكلاسيكال والاكوستيك جيتارز، اكتر الالكتريك جيتارز بتبقى معموله من سوليد بودي، يعني حته خشبه واحده صلبه. طب حلو قوي الكلام ده، انا دلوقتي عايز ابتدي العب، اجيب انهي؟ يا عم كلاسيكال اكيد. لا انت تيجي تشرح مكاني بجد يعني بجد. لا انا مش هكمل. تعال لا يعني تعال بعد اذن حضرتك.
تعالى. لو سمعتوا الكلمتين دول قبل كده فانتوا مش لوحدكم. الفكره دي او الراي ده بقى منتشر جدا لدرجه ان هو بقى شبه عرف، والناس بقت فاكراه واقع، بس ده مش صح. انتوا ممكن تبتدوا بالنوع اللي انتوا عايزينه بالظبط. لو بتحبوا روك او ميتال اشتروا الكتريك جيتار عشان هو اللي بيطلع الاصوات دي، ولو انت حد عايز يكفر ويكتب اغاني ويغنيها قدام الناس فهات اكوستيك جيتار عشان سهل العزف عليه وصوته عالي وهتعرف تلعب بيه قدام جروب صغير. السبب الوحيد اللي يخليك او يخليك تجيبي كلاسيكال جيتار بالذات هو اذا انتوا عايزين تلعبوا كلاسيكال ميوزك او فلامنكو سبانيش ميوزك. بس الالكتريك جيتار صعب على مبتدئ. لا بالعكس، اصلا الالكتريك جيتار اسهل في ان النك بتاعته ارفع والسترينجز بتاعته اوطى وقريبه للفريت بورد، فده يخليه اسهل في المسكه والدوس على اوتار. طبعا ممكن تلعب اي حاجه على اي جيتار فيهم، بس الفكره ان كل جيتار من دول ليه تفاصيل ومميزات معينه بتخليه اسهل ومناسب اكتر لانواع مزيكا معينه. يعني مش اسهل حاجه انك تلعب سولو على كلاسيكال جيتار زي ما ممكن تلعبه بسهوله على الكتريك جيتار، ولا انك تلعب فلامنكو على اكوستيك لان صوابعك ممكن تموت. بس كده، اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ويكون وضح لكم بعض الحاجات اللي كنتوا عايزين تعرفوها. لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر زي دي ليها علاقه بالجيتار والميوزك عموما وتكتشفوا ميوزيشنز مصريين جامدين جدا زي اللي انتوا شفتوهم في الفيديو، اعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول ما تنزل. شكرا، اشوفكم المره الجايه.